جهلك بكيفية عمل الشيء ما بيقللش خالص من الفايدة اللي الشيء ده بيقدمها لك. النهارده الصبح كنت بسمع تفسير للشيخ الشعراوي في حاجة ليها علاقة بخلق السماوات والأرض وليه ليه الشمس ما بتتغيرش بس القمر بيتغير وبياخد أشكال مختلفة. فنزلت آية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالناس كانت عايزة تعرف أكتر، الإجابة دي مش مكفياها. فهو داس على حته بصراحه جميله جدا، ان مش لازم تعرف الحاجه بتتعمل ازاي بالظبط عشان تقدر تستفيد منها. يعني مش لازم اعرف طريقه تكوين الدايره الكهربيه وطريقه عمل المفتاح وانا بشغل الريموت بتاع التكييف اكون عارفه الكمبريسور وابقى عارفه الموتور والرادياتير. انا مش محتاجه اعرف الحاجات دي، مش محتاجه اعرفها. انا عارفه ان انا لو ضغطت عليه كده هيشتغل، ضغطت عليه تاني هيتقفل، وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للمروحه او وات ايفر. لو برضو الدكتور كتب لي دواء، باخد الدواء بيشفيني باذن ربنا. فمش لازم اعرف كل حاجه بتتعمل ازاي، لان ده نوع من السيطره. فانا بس محتاج طالما ان ربنا مسخر لي حاجه بتفيدني وبتساعدني ومعلمني اعملها ازاي، استخدمها وبس، بمنتهى البساطه. بس كده.